مجيء الاسكندر تبدأ هنا تتكلم عن مصر في العصر اليوناني. أبرز حاجة عملها على السريع كده بيأسس لنا الإسكندرية واستخلف على مصر بطلميوس الأول. طب يهمني أقف عند بطلميوس نمرة 12، بطلميوس الزمار، ده اللي أنجب لنا الملكة كليوباترا. الموقف كان حرج ليه؟ كان في قوة بدأت تظهر في العالم اسمها إيه بقى؟ روما. الرومان جايين. طب هيجوا يلاقوا الوضع ايه؟ عندنا كليوباترا موجودة، كانت الأخت الأكبر سنا، بدأت تشارك أخوها الصغير ده في الحكم، لكن دخل مصر يوليوس قيصر، فجر مهم في التاريخ الروماني زي ما هو معروف، بيحضر لمصر وبتقوم حريقة اسكندرية المعروفة اللي بينتج عنها حريق مكتبة الاسكندرية. للأسف المكتبة حتى الجزء الباقي منها بيتنقل معبد السرابيوم. يهمنا ان يوليوس قيصر دخل مصر، ايه اللي هيجرى؟ ايه اللي هيحصل؟ هيلتقي بكليوباترا. بتفاجئنا كليوباترا بطلب عجيب، بتطلب من العبد بتاعها قال يلفها في سجادة. يلفها في سجادة؟ ايوه. وتقدم السجادة دي على انها هدية ليوليوس قيصر. يوليوس قيصر قاعد بيتفرج على المشهد، بيطلب من العبد ده يفرد له السجادة. تتفرد السجادة ويطلع له منها ايه؟ كليوباترا. حاجة مفيش اجمل ولا اروع، لابسه ملابس تقريبا مش موجوده. الراجل طبعا دماغه اتخبطت، بينسى قضيه بلاده واللي جاي عشانه وضم مصر تحت حكم الرومان، وبيركز مع مين؟ كليوباترا. كليوباترا فظيعه. كليوباترا بتكون نتيجه العلاقه دي ان بيطلع يتفسح معاها ويروحوا رحله لاسوان راكبين سفينه ولازمينه وهيهي ومهيهي. كليوباترا حملت من يوليوس قيصر وخلفت عيل. أهالي اسكندرية من باب التريقة بسيط سموه إيه؟ قيصرون. لكن هو ترتيبه في الملوك للي متابع معايا ومركز بطلميوس رقم كام؟ 15. بطلميوس ال15، النونو ده الصغير ده ابن يوليوس قيصر في زواج غير شرعي مع كليوباترا. خد بالك القوانين في روما كانت بتمنع التعددية، وهو راجل روماني ما يصحش يسيب قضية بلاده ويتجوز واحدة تانية موجودة في مصر. لا، والواحدة التانية دي تقعد تدي في ودانه كليوباترا. يلا نروح روما، يلا نروح. عايزة تروح روما ليه؟ عشان تحول روما لمملكة. دي مصيبة سودة. ده روما قطعت شوط طويل في الديمقراطية، عندهم مجلس السينات ومجلس الشيوخ، وهو راجل قنصل جاي مسؤول عن البلاد، مش بمزاجه يخليها مملكة. العملية مش سايبة، إنما الدية على الودان أمر بالسحر. وربنا يكفيك شر الستات لما تقعد تدي في الودن تدي في الودن. كليوباترا مسكت الراجل، عجبته الفكرة ودخل بيها روما. طبعا في زيارة شهيرة جدا دخول كليوباترا إلى روما، داخلة طبعا بملابس مصرية مثيرة للإعجاب والدهشة، عروض فنية بتتقدم، مشهد عظيم. الرومان قالوا واو، إيه الملكة العظيمة دي؟ ده جاي لنا بيها روما وناوي يعلنها مملكة. ودي حاجة طبعا ما تنفعش مع الرومان، من رابع المستحيلات. طبعا الرد الطبيعي لده يا أخي مملكة. النتيجة الطبيعية لده اغتيال يوليوس قيصر في نفس اليوم اللي قرر ان يعلن فيه روما مملكة وهو ملك متوج ومعاه كليوباترا ملكة متوجة. تم اغتياله على يد اقرب اعوانه، والقصة دي طبعا كتب عنها بتوع الادب وشبعوا كتاب عنها، منهم شكسبير. العبارة الشهيرة حتى انت يا بروتس، العبارة الشهيرة ليه؟ لان كان بروتس من ضمن الأعوان المقربين جدا من يوليوس قيصر، وكانت طبعا السكينة التي تمتد لقتل يوليوس قيصر كان بيد أقرب أعوانه وأقرب أحبائه، هم اللي قتلوه. بعدها أوكتافيوس طلب من أنطونيوس ينزل يخلص. خلصنا من مصر وقصتها، انزل خلص. أنطونيوس راح في رحلة لمصر يضمها تحت حكم الرومان. يا دي المصيبة السوداء، ظهرت لي كليوباترا جايبه معاها بعض الجواري وقاعده في مركبه، والملابس بقى مش قادر اتكلم طبعا، السياق ما يسمحش ان انا اقول كانت لابسه ايه. المهم انها تقريبا ما كانتش لابسه. ومجرد ما عينه وقعت على كليوباترا ساب قضيه بلاده وساب اللي هو جاي عشانه وساب فكره ضم مصر للرومان. حتى انت يا انطونيوس مفيش فايده، كل اللي يقدر يقع في نفس الغلط. وده طبعا طول من امد حكم كليوباترا ملكه على مصر. النتيجه لده ايه؟ بيقعد في مصر بينسى قضيه بلاده، ده بيقرر حاجه
مصيبة كبيرة جدا بقى، بيقرر يدخل في حرب مع روما. ما سمعناش عنها ان واحد يحارب بلاده من اجل امرأة سقط في حبها. طبعا ده هيحصل بالفعل. اوكتافيوس هيهيج الناس ضده في روما وهيثير الناس عليه، فهتكون النتيجة الحتمية لده معركة أكتيوم البحرية. معركة أكتيوم البحرية. المكان أكتيوم على الحدود المصرية اليونانية في الطريق ما بين مصر وبلاد اليونان. الناس كلها قالت لأنطونيوس كليوباترا ما تطلعش الطلعة دي، كليوباترا تستنى في القصر، لو ظهرت معانا واحنا راكبين المراكب منظرك هيبقى فانيلا، منظرك هيبقى فانيلا يا أنطونيوس، لأن كده أنت بتحارب روما من أجل امرأة. مش هيسمع الكلام، ما يقدرش يستغنى عنه، لازم ياخد معاه كليوباترا. خدع معاه وطلع طلع قال عايز يحارب روما. يبقى عندنا مصر بتحارب بقيادة أنطونيوس وكليوباترا، وروما بتحارب بقيادة أوكتافيوس. طبعا لأنه ما سمعش الكلام ومش مستعد للمعركة، النتيجة الحتمية هتكون إيه؟ الهزيمة. الهزيمة في أول 3 دقايق. وكتير قالوا إن كليوباترا خانته. ليه؟ أول لما لقت العملية سخنت والمعركة كده كده ضايعة منه، هوب رجعت على اسكندرية. ناس أنصفوها زي أستاذنا القدير الأستاذ الدكتور إبراهيم نصحي. كليوباترا خانت أنطونيوس ولا ما خانتوش هنبقى نستفيض في ده بعد كده، لكن اللي يهمنا إن طبعا أنطونيوس أول لما استشعر الفشل وإنه ضايع خلص على نفسه زي ما هو معروف وانتحر. كليوباترا لما بلغها الخبر وإنه اوكتافيوس على الأبواب قالت كمان اتكل على الله واجيبها من قصرها، لأن كده هدخل روما ذليلة. فطلبت من أعوان اوكتافيوس لو سمحت يديني وقت بس أخد لي لدغتين. ماسكه الافعتين وهتعمل في قورتها كده وبالمنظر ده بالظبط. طب ليه الموتة الغريبة دي؟ لدغتين في القورة؟ طب ايه اللي هيحصل لما كده ميتة؟ اللدغتين في القورة دي نظرا لأنها أمنت بالمعتقدات المصرية القديمة، ماتت وهي تؤمن بالمعتقدات المصرية، بالديانة المصرية. الديانة المصرية بتقول إن لو واحد مات الموتة دي بالمنظر ده يبقى إله في العالم الآخر. بتخلص على نفسها بسم الأفعى. اوكتافيوس بيدخل مصر وبيضم مصر للرومان، وبالشكل ده بتخضع مصر لحكم الرومان فترة طويلة جدا. كام سنة يا عم بسيط؟ قرون بقى، من 30 قبل الميلاد لغاية 642 ميلاديا. فترة طويلة جدا العصر الروماني. البعض استصعب ان ناخد الحكاية كلها كتلة واحدة، قالوا لا نقسمها فترتين. العصر الروماني الباكر من 30 قبل الميلاد لغاية 284 ميلادية، والعصر الروماني المتأخر من 284 إلى 642. طب المتأخر ده له اسم؟ نسميه العصر البيزنطي 284. واحد يقول لي انت وقفت عند 284 ليه؟ 284 اشمعنى 284 بالذات؟ اقول لك يا سيدي، اصل دي السنة اللي اعتلى فيها الامبراطور دقلديانوس عرش الامبراطورية، اشهر امبراطور اضطهد المسيحية في التاريخ، لدرجة ان عصره يسموه عصر الاستشهاد. واحنا اكتر ناس دفعنا الثمن في مصر. احداث كتير يطول شرحها، المهم ان دي الفترة الرومانية في مصر. نتكلم عن ايه ولا ايه في الفترة الرومانية؟ حاجات كتير جدا. القائمون على العمل في هذا البرنامج قالوا لي عشان اكمل معاكم لازم تضغطوا سبسكرايب، شير، تدوسوا جرس، مش عارف وين اللفظ اللي هم بيقولوه. المهم انكم لازم تعملوا الاجراءات دي عشان اقدر اكمل معاكم هذا البرنامج الجميل ونستعرض فيه تاريخ مصر من البداية لغاية اللحظة اللي انتوا قاعدين فيها قدامي. See you